السلام عليكم. أعتقد حضراتكم سمعتم إن في جيل من سن معين هيموت، وأقاويل وتنبؤات وحاجات غريبة، بعيدا بقى عن كذب المنجمون ولو صدقوا والكلام اللي كلنا عارفينه ده. لكن هل الكلام اللي سمعناه ده حقيقي ولا لأ؟ خليني أقول لكم إنه الكلام ده حقيقي، ما تستغربوش، الكلام ده فعلا حقيقي. والدليل على كلامي موجود في الآية الكريمة اللي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. صدق الله العظيم. الناس اللي صدقت الأقاويل اللي بتتقال وخافت واترعبت، نسيتوا إن كلنا أموات ولاد أموات، ومحدش هيبقى غير الحي القيوم. طب ليه بقى الخوف والرعب ده؟ ولما احنا خايفين، مش الأولى نجهز نفسنا اليوم الحقيقي اللي هيحصل لينا ده، واللي جاي جاي مهما تأخر؟ الحياة رحلة مهما طالت نهايتها معروفة وجاية لا محالة. بلاش بقى نجري ورا كل حاجة ونصدقها، نصدق كلام بشر وننسى ان الأعمار بإيد اللي خالقها. وبعيدا عن التشاؤم، خلينا متأكدين ان اي حاجة بتحصل اتكلم عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من اكتر من 1400 سنة، ومن ضمن اللي قاله موت الغفلة وموت الشباب. فبدل ما نجري ورا كلام المنجمين، نقوم بواجبنا اللي خلقنا ربنا ليه، واحنا مدركين ومؤمنين ان كل من عليها فان، مش بس جيل من سن معين هو اللي هيموت، والدوام لله وحده.